عايزه احكي لكم على حاجه حصلت معايا من ناحيه الحزن والموت. آه، علمتني ان انا مشاعر الجياشه دي اكويها عشان اعرف اكمل في البلد دي. مرتين في حياتي اتنين ناس غاليين عليا جدا ماتوا. جدتي الله يرحمها ماي جاد مام، وواحده صاحبتي. فما لحقتش احزن عليهم، حتى فتره الحزن اللي بتحصل ما لحقتش. اول مره في ايام الجامعه كان في كلاس، الافريج بتاعي فيه كان ايه 65.5%. فاضلني نص درجه ومفروض ناجحه. بس لما صاحبتي توفت ما عرفتش اعمل كويس في الامتحان، وهو ده الدرجه اللي طلعت لها في الاخر. فرحت اكلم الدكتور وقلت له معلش، يعني انا ممكن اخد الامتحان تاني عشان كان عندي حاله وفاه، وتاني يوم خدت الامتحان. انا يعني نفسيتي تعبانه، انا بني ادم. مفيش الكلام ده. طيب اعمل لك اساي، مفيش الكلام ده. طب اعمل لك ريسيرش، برضه مفيش الكلام ده. هتعيد الماده يعني هتعيد الماده على نص درجه. هو حقه الى حد ما، بس كدكتور في الجامعه دايما المفروض يبقى يعمل اعذار للحياه الشخصيه بتاعه الطالب، especially لو في حالات وفاه والكلام ده كله. فجيت ادور على الماده عشان اخدها تاني الترم اللي بعديه، لقيته كمان مش موجوده الترم اللي بعديه. استنيت سنه بحالها عشان اخدها عشان اعرف اتخرج. طبعا دي فلوس ومجهود والكلام ده كله، خدتها من اول وجديد وتعبت. يعني اللي هو مش طايقه نفسي بقى، بس مضطره عشان اعرف اتخرج. دي اول مره. المره التانية لما كان عندي بيزنس، ده مؤخرا من 3 سنين اللي فاتوا. جدتي الله يرحمها توفت، ودي بقى ماي جاد مام. فيعني اتكويت من جوه برضو قوي، لان يعني هي في مصر مش عارفه اشوفها وبتاع، وفي اخر يعني الغربه بقى خلت الواحد مش عارف يشوف اهله وكده للدرجه دي. فتعبت نفسيا شويه، قعدت اسبوعين في البيت مش قادره اعمل اي حاجه. ارجع الشغل، هو كان مطعم. لقيت واحده جايه هي وابنها، دراعه متجبس، وبتقول لي ابني جه اشتغل عندك ووقع ودراعه اتكسر وعايزه تعويض. وعلى فكره خلي بالك، انا كنت بشتغل في المحكمه، أنا دلوقتي ما بشتغلش في المحكمه اني مور، بس عارفه القانون وممكن اعرف عليكي، ارفع عليكي قضيه بسرعه باي وقت. فاديني تعويض كاش احسن. فدخل عليا، دخلت بتروي دراعي. وانا يعني من جوايا المصريه بقى اللي جوايا عايزه اقول لها جرئي بروح امك you know. لكن طبعا لازم كنت احتوي الموضوع وسكت، وقلت لها طب اديني فرصه اكلم المحامي بتاعي او اي حاجه من الحاجات دي. وفي دماغي لو مش هدفع لها نكله، مع ان البيزنس مايند، انا كنت ساعتها بستخدم المخ العاطفي مش المخ البيزنس. كان صح ان انا كروتها واقول لها بقول لك انت ليكي عايزه كام، خدي اهو، عايزه 10 قروش خدي 7 قروش، وكل واحد يروح لحاله عشان خليها تمشي، تبعد عني من قلقها، اوكي، عشان اشوف شغلي. لكن المصريه بقى اللي جوايا، لا، ازاي حد يجي يروي دراعي، ازاي تيجي تاخد مني فلوس وهو الوقت ما يشتغلش عندي. انا كنت بقى اسبوعين في البيت. الوحيد اللي يقدر كان يشغله انا، اللي ياخد السوشيال بتاعه ويديله الورق ويقول له اوكي يور اثرايز انك تشتغل عندي، انا. هو قال لي لا، اصل في عامل عندك، قال لي خش مش عارف ايه، وممكن يكون دخل كسبون وكلم مع حد وقال له هنجيب لك شغل وخلاص، لكن ما كانش في حاجه رسمي. اوكي. رفعت عليا فعلا قضيه. وانا برضو في دماغي جزمه، لا لا يمكن قضيه، والله العظيم لما انا قعدت اطول في القضيه من اليمين والشمال وابعد القاضي. انا وكان في حد بيساعدني برضو نفس التفكير. اللي هو لا، انا اللي بكتب له. وهو طبعا دي حاجه بتضايقه جدا، ازاي ما تجيبيش محامي، وانا مش ناويه ادفع نكر على المحامي. لغايه ما شدينا، وصلت لمرحله شديت مع القاضي، وكان خلاص فاضل لي تك يقول لي one more word and you're gonna be in jail, that's it، لمي نفسك. فاهم؟ فالبلد دي علمت الواحد للأسف ازاي يبقى مشاعره باردة إلى حد ما، وازاي يبطل يطول في الحزن، مع اننا حقنا ان احنا نحزن على حد راح، او نحزن شوية إلى حد ما، بس مفيش. فده بيتعبنا. ده بيخلي الواحد يعني يا هيتصرف بحكمة لو ربنا عايز، يا هيعمل حاجات غبية وهيتخنق وهيبقى عامل. بس برضو الحاجة الحلوة اللي بحاول اشوفها منها، ان بصي، الاحزان والمشاعر الظروف الخارجية بقى لما فعلا بتأثر ربنا بيبتليكي بيها. آه، معرفش دي حاجة صح ولا لا، بس انا اللي بعمله برضو ركزي على الهدف. احزني شوية بس ركزي على الهدف.
يعني خلال اليوم انا ما زلت اهو في يومي اهو، ممكن اكون مبسوطه دلوقتي عاديه قويه، بس خلال يومي هيجيلي لحظه هفتكر فيها حاجه من الحاجات اللي جوايا بقى اللي لسه ما بتطلعش كلها، واعيط شويه او اطلع غلي شويه في تمرين او حاجه زي كده. ما تطوليش قوي في الزعل، مش حلو. I'm not sure برضو لو دي حاجة هتمشي معاكم ولا لأ، بس أنا عايزة أوصل لكم صورة النظام احنا عايشين فيه. حتى الحزن بتاعنا مش من حقنا نقعد فيه فترة طبيعية عشان خاطر البلد دي رأسمالية. يا هلاقي نفسي يا في سجن، يا بعد الشر هلاقي نفسي معيش فلوس هدفع إيجار بيتي واترمي في الشارع. يا بعد الشر لو معايا بيزنس هقوم بدل ما اخد 5 قروش هدفع 6 قروش في الخسارة. للأسف احدى خسائر الغربة، مع ان الحمد لله انا راضية بيها ومش مش بشتكي، انا هتعامل، وده اللي ربنا اداهولي، فمعنى كده ان انا اقدر على الحمل اللي ربنا مديهولي. سلام.